السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاية لكم بقى بقرص اقتصادية تنفع فطار عشاء وقت الجوع في الساعة دي. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. عندي هنا بضاية بدرجة حرارة المطبخ. لازم في الساعة دي يكون عندك حاجة كده تاخديها كده في نص الوجبات عندك جوع. حطيت على البضاية 3 معالق سكر كبيرة، حطيت معلقة من الخل، حطيت كيس خميرة فورية. لو أول مرة بتشوفوني دوسوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. قناتي اسمها يومياتي الجباس، بقدم حاجات سهلة وسريعة واقتصادية. حطيت 3 معالق كبار من السمن البلدي، عندك زبدة ينفع، عندك زيت ينفع. زبدية كبيرة ونزلت بيها، يعني لو انت هتحط زبدية صغيرة هيبقى زبديتين صغيرين. نزلت بكوباية من المية الدافية، اي معيار كوباية عندك سواء صغيرة او كبيرة، بس هتظبطي المقدار بيها. اللي هتعايري بيها المية هتعايري بيها الدقيق. انا نزلت هنا بنص كيلو من الدقيق المنخول، لازم تنخلي الدقيق بتاعك. نزلت بيه شوية شوية كده زي ما انتوا شايفين، لحد ما العجينة تظبط معاكي، بس هيبقى فيها تلزيق برضو شوية. دي العجينة الناجحة. انا حطيت هنا نص كيلو من الدقيق، على حسب نوعية الدقيق بتاعتك برضو بيتشرب ولا لأ. حطيت شوية زيت على العجينة كده من فوق وغطيتها بالفوطة بتاعتي وحطيتها في مكان دافي. طلعت بالشكل دون، ملت الطبق بتاعي، خمرت كويس جدا جدا ما شاء الله، طالعة خطيرة خطيرة. العجينة عاملة زي السفنج، تحفة جدا جدا ومظبوطة. زي ما انتوا شايفين بقى نزلت بالعجينة بتاعتي، بدأت ان انا اكورها كده زي ما انتوا شايفين زي الرول، وهقطعها كده على حجم القرص بتاعتي، طلعة خطيرة. جبت هنا العجوة بتاعتي، حطيت عليها شوية من المية السخنة وشوية سمسم ومعلقة سمنة بلدي، وحطيتها تتدفى شوية على البوتاجاز او في الميكروويف. وطلعت العجوة بتاعتي خطيرة خطيرة وطرية وتحفة. جبت الميزان بتاعي بقى علشان القرص بتاعتي تبقى في حجم واحد، ففضلت ان انا اوزن كده زي ما انتوا شايفين كل قرصاية 50 جرام، علشان القرص بتاعتي تبقى شكلها زي بعضها والحجم قد بعضه. وبدأت ان انا احشيها بالعجوة زي ما انتوا شايفين كده، وقرصتها ورصصتها في الصينية بتاعتي. قد نص كيلو، مطلع معايا كمية حلوة جدا وخطيرة، بدل ما تروحي تشتريها من الفران وما بتبقاش بنفس الطعم والنظافة اللي انت هتعمليها في البيت. زي ما انتوا شايفين كده عملت شوية بالعجوة وحطيتهم زي ما انتوا شايفين في الصينية لحد ما قرصت الكمية بتاعتي. الجو ساقع قوي قوي، ودايما لازم تحمدوا ربنا، الحمد لله الذي آوانا وجعل لنا مسكن نتدفى ونتغطى، الحمد لله دائما وابدا. زي ما انتوا شايفين قرصت كده زي ما انتوا شايفين شوية كده، حطيتهم في الصينية وبدأت ان انا حطيت ايدي كده في الزيت، وحطيت على وشها زيت وسمسم، وغطيتها بالفوطة برضو تخمر خمرة تانية معايا، وهدخلها على فرن مسبق، يعني سخنته مسبقا على درجة حرارة 200، ودخلتها الفرن. هعمل بقى شوية بصوص الشوكولاتة عشان الولاد ما بيحبوش العجوة، فعملت لهم شوية بصوص الشوكولاتة الاقتصادية. خليكم معايا لاخر الفيديو علشان تشوفوا صوص الشوكولاتة الاقتصادي، عملته بسرعة جدا. نزلت بنص كوباية من اللبن الحليب الساخن، ونزلت بمعلقتين كبار من اللبن البودرة، ونص كوباية من السكر. بدأت أضربهم بالهاند بلندر لحد ما السكر داب معايا خالص. سكر حبيبات عادي، عندك سكر بودرة هتستعمليه. نزلت بقى ب3 معالق من الكاكاو الخام، وبدأت أضربهم بالهاند بلندر، ونص كوباية من الزيت النظيف، لازم يكون زيت نظيف أو زبدة اللي متاح عندك استعمليه. بدأت زي ما انتوا شايفين كده أعملهم بالكبة. طلع صوص الشوكولاتة تقيل، هزود عليه كده لبن دافي. حطيت حوالي 3 معالق من اللبن الدافي
علشان الصوص الشوكولاتة يظبط معايا، لانه كان تقيل. زي ما انت بقى حابة ان يكون تقيل او يكون ملمسه ناعم شوية، ده بقى بتاعتك انت. عايزة الصوص تقيل هتسيبيه تقيل، عايزة تخففيه شوية هتضيفي لبن ساخن علشان تخففي الخليط معاكي شوية. زي ما انتوا شايفين بدأت ان انا اضربه بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر هتستعملي الخلاط بتاعك، مفيش اي مشكلة. زي ما انتوا شايفين قد ايه صوص الشوكولاتة تحفة جدا جدا وطالع خطير بجد، ينفع للكيكة ينفع لأي حاجة معاكي. زي ما انتوا شايفين القرص طالعة معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شكلها يفتح النفس وقد بعضها وخطيرة جدا وطرية زي السفنج. قد ايه مظبوطة، وان شاء الله تعتمدوا الطريقة دي وتجربوها، وعايزة اسمع رأيكم في الكومنتات. شايفين قد ايه طرية من جوه، والعجوة مفرودة فيها وطرية وطعمها خطير. اتمنى تجربوها واشوف رأيكم في الكومنتات، طبعا يهمني. عمر بقى قاعد ياكلها وهي سخنة، كانت طعمها خطيرة وفي نفس الوقت بتشبع. تحطيها على الفطار مع شاي بلبن، تاكليها في العشاء، بجد تحفة جدا جدا، وهتعجبكم الطريقة ان شاء الله وهتعتمدوها. واشوف رأيكم في الكومنتات. دول بقى شوية قرصتهم هحشيهم بصوص الشوكولاتة. هنا حطيت صوص الشوكولاتة في البرطمان وهشيله في التلاجة، وحطيت شوية في القرطاس بتاع الكريمة علشان احشي القرص بتاعتي للولاد بالشوكولاتة. طلعت القرص معايا هي، ما حطيتش على وشها حاجة، بدأت ان انا اخرمها كده بالسكينة او بظهر المعلقة بتاعتي. خرمتها قد ايه هشة كده، عاملة زي العيش الكايزر، بجد تحفة جدا. زي سندوتشات الشوكولاتة تنفع للولاد في المدرسة، تحطهم لهم في اللانش بوكس، مشبعة جدا وحلوة جدا وطعمها خطير في نفس الوقت. بدأت احشي كده زي ما انتوا شايفين القرص بتاعتي بصوص الشوكولاتة، طعمها خطير والعيال اتبسطوا منها جدا، وهعملها لهم ان شاء الله كمان في المدرسة، هيحبوها جدا. باظت خالص زي ما انتوا شايفين، الشوكولاتة باظة من القرص بتاعتي، خطيرة. ان شاء الله تجربوها واشوف رأيكم في الكومنتات. وعايزة بقى ايه، لايك كده وشير وسبسكرايب، واشوف تشجيعكم ليا. انا بجرب الحاجة مرة واتنين واشوف الطريقة الحلوة وبقدمها لكم علشان ما تخسريش حاجتك. بجد ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. وعايزة بقى شوية تشجيع كده منكم، مفيش تشجيع خالص للقناة بتاعتي، وما تستخسريش اللايك. يعني اتفرجتي على الفيديو وعجبك، ما تستخسريش اللايك. ولو ما اشتركتيش في القناة يلا على طول انزلي اشتركي في القناة. ولو وصلتي لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي. اشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.